عمرك سألت نفسك اسم السمكة اللي معمول منها التونة ايه؟ ايه يا حبيبي؟ بكل الحب هنتكلم عن الحب. اهلا بيكم في حلقة جديدة من السلسلة اللي بتعرفنا راسنا من رجلي وبتخلينا نشوف هو احنا فايتنا حاجة ولا عودة الخواجة. جايب لكم النهارده شوية منتجات مستوردة في الغالب مش هتشوفوها في حتة تانية غير هنا، وطبعا هنجيب معاه شوية منتجات مصرية أصيلة عشان نقارنهم ببعض ونجاوب على السؤال. اللايك شابع عشان الفيديو يطلع فوق، وشغل دماغك وحل فزورة اكتب لي الحل في الكومنتات، وهختار 2 من الكومنتات ابعت لهم شنطة المانجو هدية مني ليهم لحد عندهم. طبعا زي ما احنا عارفين شنطة المانجو جواها مفاجآت تانية. ودي عمرك سألت نفسك اسم السمكة اللي معمول منها التونة ايه؟ او الاسم الثلاثي ليها كمان. اتون جويا اسباني وسعرها 95 بولمان، وانا كل اللي اعرفه عن اتون كباريه كان عامل فيها كافيه في المريوطيه هار، لكن اتون يعني تونه سانشاين وسعرها 42 جنيه اللي هو يعتبر سعر عالي برضه. بس انا قلت ما دام هقارن بحاجه مستورده نجيب بقى حاجه فخره مصريه. الاثنين تونه بزيت عباد الشمس، والاثنين تقريبا نفس الوزن 115 جرام ل 120 جرام، بس الاثنين مش نفس السمكه. اصحى معايا، دي معموله من سمكه اسمها سكيب جاك كاتشوناس بيالمز، طلع لها بطاقه دي. اما دي بقى معموله من سمكه اسمها ثونوس البكري، ولازم تطلع لسانك في الثونوس عشان تبان انك عميق. سمي الله ونفتح ونشوف فايتنا حاجه ولا عقده الخواجه. ننزل بطبقين، نبدا بسانشاين. المعلومات الغريبه اللي على سانشاين ولسه قاريها ان هو بيقول لك انها انتاج تايلاندي، ده بالنسبه لي شيء مفاجئ، انا كنت فاكرها مصري. مغرقه الدنيا عندنا يا عم تايلاندي. شكل علبه التونه من جوه اهو. نفتح بالراحه عشان الزيت ما يدلقش علينا. تعال نفتح الثانيه. انا العلبه تحسها دائريه شويه، الثانيه كانت مستطيله، فتحتها اصعب الصراحه. ابيض انا خايف تعورني. سنه كمان. طيب فتحتها اصعب بكتير. طيب تعالوا نشوف شكل الاثنين من جوه. ده شكل السانشاين، قطعتين كبار كده. ده شكل جوه فتتها. هو الشكل المبدئي كده سانشاين شكلها انضف. اقلب بقى كده العلبه دي هنا واقلب الثانيه هنا. تعالوا اوريكم بقى الفرق في اللون بين الاثنين. ده لون سانشاين وده لون جوه. سانشاين لونها افتح. ندخل على الطعم. ابدا بابن بلدي لون معروف. بسم الله. كواليتي او جوده التونه عاليه قوي، فيها سن التدخينه كده، وكاتبين عليها ان هي تونه مدخنه، فعلى الحته اللي سموكي دي مديها طعم جامد. على ثانيه الريفيور الشاطر يركز في التفاصيل. بسم الله. وطعم السمكه هنا فعلا مختلف، انك بتاكل بولتي وبوري مثلا، بس في سنه زفاره. التدخينه اللي هنا مخليه الطعم احلى، حتى لو في زفاره فهي مدرياها. في المقارنه دي وانا ضميري مستريح. عقده الخواجه. بتحتفل براس السنه ازاي؟ عبيط يلا ولا ايه؟ اصلا انا لقيت ناس في ايجيبت بيحتفلوا بطريقه مختلفه. تشوبا تشوبس عملت شمعه للكريسماس، واللي ما يعرفش تشوبا تشوبس فهي شركه بتعمل حلويات كتير اشهرها المصاصه. عمل لك شمعه بالفراوله. تقدر تقول لي حياتك كانت هتبقى ماشيه ازاي من غير الشمعه دي؟ حاجه كده هتعمل لك جو شاعري في الموفي نايت بتاع الكريسماس. سعر الشمعه المصاصه دي 145 بولمان. هنا بقى تشوبا تشوبس اهو راسم لك صوره المصاصه اللي بالفراوله. جايب لك من هنا بقى شويه تحذيرات كتير، ان انت ما تسيبش الشمعه وتمشي ولازم تبقى واقف قدامها والكلام ده. بيقول لك ان الوقت المتوقع لتشغيل الشمعه دي او ان الشمعه تفضل فيها مولعه هو 20 ساعه، حد اقصى 4 ساعات لكل مره. لا ما هو انت مش شاري شمعه عاديه، كاتب لك طريقه الاستعمال. الفتحه دي كده يا جماعه، بصوا اسمعوا معايا كده، بصوا كده في 145 جنيه راح. ده شكل الشمعه، انت مش مليانها على اخرها، بس هي ريحتها خطيره. فاكرين الاستيكه اللي كانت بريحه الفراوله بتاعت زمان اللي كنا بناكلها بعد ما بنمسح بيها؟ هي شبهها كده. انا الصراحه عشان ما اضطرش اكلها جبت تشوبا تشوبس عصير بطعم الفراوله برضه. اكيد دي مش هنولعها كده، لازم نولعها كده. سيبك بقى من الهجص ده، انا سايبها بقالي تقريبا دلوقتي 10 دقايق، وقفلت الاوضه وطلعت بره ورجعت تاني عشان اشم الريحه. ولا اي فراوله، انا حتى بدب مناخيري كده اهو، ريحه فراوله ضعيفه قوي. احلى بقى يا عم النور ده الله يبارك لك كده. 145 بولمان وقعوا مني. جو شاعري ايه وعاطفي ايه. بصوا شكل الشمعه عامل ازاي. المفروض ان هي ساحت اهي، فالمفروض تطلع ريحه. ايه بقى صبايا، انا اللي جايب دي وقلت ريحه الفراوله هتقلب الدنيا وهتفتح نفسي. تعالوا نجرب دي. تشوبا تشوبس بالفراوله ب 52 جنيه. ريحتها خطيره الصراحه. ده لونها اهو بوم. وانا مش عارف اقرا اي حاجه من المكتوبه على الكنايه الصراحه عشان تقريبا مكتوبه بالياباني، بس فراوله وفيها طعم كريمه لذيذ كده. لو قلت لي هل فايتنا حاجه ولا عقده الخواجه، اقول لك لو شفت الخواجه هزعله. الناس اللي بتحب البسكوت بالتين تجمع هنا عشان عايزكم في حوار. ماكفيتيز اللي انا شخصيا باكل البسكوت بتاعه كل يوم، طلعوا عاملين بسكوت بالتين في بلاد بره. قال لك ماكفيتيز فيج رولز. فيج يعني تين طبعا. من هنا انها بتحتوي على 30% من الفاكهه. وقال لك بيكنج سينس 1839، يعني الناس دي شغاله من 183 سنه تقريبا. الصراحه مش قادر اعديها. قال لك ويكيبيديا ماكفيتيز. ندخل على الموقع بتاعه. ده مقسمينها بقى سنين من 1800 ل 1850، وبعد كده من 1850 ل 1900. قال لك سنه 1809 الحكايه ابتدت لما في واحد اسمه روبرت ماكفيتي اتولد سنة 1809. وفي سنة 1839 اخونا روبرت هو وابوه ويليام فتحوا محل صغنون كده في مدينة اسمها ادنبرا في انجلترا. قال لك بقى المخبوزات بتاعت روبرت ده كانت مشهورة جدا والناس بتحبها، بدأ يتوسع ويفتح محلات كتير. سنة 1844 بدأ يدرس حتة المخبوزات والبيكري، وحكاية طويلة قوي ساعتها. يعني كيس البسكوت ابو 2 جنيه اللي انا باكله كل يوم طلع عريق قوي كده. الباكل حلو ده وزنه 200 جرام وفيه 12 قطعة. من المعلومات المهمة اللي فيه ان هو مناسب للاشخاص النباتيين، فاكيد مش هجيبه لوحده. ديما بسكوت بالتين برضو انتاج سعودي.
الصراحه ما لقيتش حاجه مصري، بس السعوديه ومصر ايه، ما احنا اخوات. 120 بولمن 14 بولمن، كميه اقل طبعا في ده فيه 6 قطع. فتعالوا ندوق ونشوف هل فايتنا حاجه ولا عوده الخواجه. اوبا ايه النظافه دي. شكل البسكوت اهو رصينه كده 3 في كل عين، يعني 12 واحده. الموضوع شيك قوي. ديما دي الصراحه شركه مشهوره جدا بتعمل بسكوت بالبلح وبسكوت بالتين. انا دقت لهم حاجات قبل كده وكانت حاجاتهم حلوه. شكل ديما من جوه اهو 6 قطع 2 2. شكل الاثنين جنب بعض. طبعا ماكفيتيز اكبر بكتير. ديما تحسه كده اغمق شويه، تحسه متحمص اكتر. كميه التين في الاثنين اهو. بسم الله. بوم. طعمه جامد قوي. بسكوته مش مقرمشه، طريه، فمع طراوه التين كده مديها ميكس جامد قوي. طعم التين حلو جدا. وديني كميه التين هنا اكتر فعلا. حاسس بطعم التين أكتر. عارف انت البذور اللي بتبقى في التين بتقعد تقرقش دي، بس فرق الطعم مش واو. وطراوه البسكوت بتاع ديما مدياله طعم احلى بكتير. لكل الناس اللي بتحب بسكوت التين بيتكم حاجه، لا عوده الخواجه. تعالوا نختم باخر حاجه معانا النهارده، مقارنه دمار دي. ميلكا ملكه الشوكولاته في اوروبا، قرروا ينافسوا ماكفيتيز ملوك المخبوزات في انجلترا من اكتر من 183 سنه. ده بسكوت بالقمح بالشوكولاته مستورد وسعره 52 بولمن. اما ده ماكفيتيز دايجستيف النسخه المصري وسعره 32 جنيه. خلي بالك ده شكله اصغر من ده ازاي، بس ده وزنه 200 جرام وده 126 جرام. اصل عمرها ما كانت بالشكل بالقلب. نفتح وندوق. نبدا بماكفيتيز. من المعلومات المهمه عليه ان هو مناسب برضو للاشخاص النباتيين. تفتح الكيس تلاقي من جوه كيس تاني كده فيه البسكوت، وده شكل البسكوته بتاعته. نفتح ميلكا. انا كان بودي الصراحه اقول لكم مناسب للاشخاص النباتيين ولا لا، انا مش فاهم ولا كلمه من اللي مكتوب على الكيس. ده الشكل من جوه مرصوصين تحت بعض كده، دي 3 3 9. الماكفيتيز فيه 12 قطعه. حجم البسكوته اصغر، بس شكل القمح كده اللي على البسكوته هنا تحسه مدي على شوفان شويه. نبدا بالمصري. بسم الله. يعتبر نفس طعم بسكوت دايجستيف اللي هو ب 3 جنيه اللي بالشوكولاته برضه، مع اختلاف بسيط قوي في الجوده. ميلكا. اوبا كده بقى انا داخل متحيز. هيغير لي فكرتي ده ولا ايه؟ طعم البسكوت نفسه حلو جدا، بس المفاجاه بقى ان الطعم اللي موجود هو طعم شوفان، وطعم الشوكولاته حلو قوي. لازقه مكتوبه بالعربي كده بسكوت بالشوكولاته بالشوفان بالحليب. طلع شوفان مش قمح. مكتوب من هنا تشوكو جرين. جرين يعني قمح، انا خدتها في المدرسه كده. وشوفان يعني اوت. المهم ان ممكن يكون ليها معنى تاني. ففي المقارنه دي هل فايتنا حاجه ولا عوده الخواجه؟ لا الصراحه فايتنا حاجه. لو بتحب النوع ده من البسكوت ومعاك قرشين زياده نزه نفسك. بس كده. ودي كانت شويه منتجات كده جبناها وجربناها عشان نشوف هل فايتنا حاجه ولا عوده الخواجه. الحاجات بقت غاليه قوي. ده واجب اخوك المانجو انه ينورك ويوعيك. لو عجبتكم الحلقه بقى اللايك الشقي كده والفولو والسبسكرايب عشان نشوف الفيديوهات اللي جايه من احمد مانجو، عشان ده الدعم اللي انا محتاجه من كل المانجو لافر. لو في حاجه جديده او غريبه او عجيبه عايزيننا نجربها هنا مع بعض قولوا ده في الكومنتات ونجيبها ونجربها سوا. واخيرا لكل المانجو لافرز سي يو.